Drawing Basics Part 1. فنانين ازيكم عاملين ايه؟ قررنا نعمل سلسلة لأساسيات الرسم كلها، وده أول درس. هقول لكم على الدرجات اللي احنا هنستخدمها. هنستخدم درجة ال H عشان الأوتلاين والأماكن الفاتحة، وعشان نحول أي رسمة من 2D ل 3D أو نخليها بارزة لازم يبقى فيه إضاءة وظل زي ما انتوا عارفين. فهنفرض ان مصدر الإضاءة جاي من الناحية اليمين بالشكل ده، فبالتالي الظل هيكون الناحية الشمال. طيب هنوزع التدريج ازاي؟ فأقرب جزء للإضاءة هو أكتر جزء فاتح، أقرب جزء للإضاءة هو أكتر جزء فاتح، وأبعد جزء عن الإضاءة بالتالي بيكون هو أغمق جزء. ولكن في الأشكال الدائرية أو الأسطوانية بيكون في حاجة اسمها reflected light أو جزء فاتح خالص في آخر الشكل، وهنشوفه لما نيجي نظلل. أي تظليل هنضيفه في الرسمة لازم ندرجه على الإضاءة. طيب الدرجات اللي معانا ال H ومعانا ال B ومعانا ال 3B وال 4B. لازم تتعلم تطلع درجات مختلفة من كل قلم عشان تعرف تتحكم في التونات او الدرجات اللي احنا محتاجينها في الرسم. طيب هنطلع درجات مختلفة ازاي؟ عن طريق لا اما ضغطة ايدك لا اما تكرار الطبقات في نفس المكان. فاحنا هنا بنغير ضغطة ايدينا بنفس القلم عشان يدينا ايه؟ درجات مختلفة. نبدأ بقى نظلل في الشكل. هنبدأ بدرجة خفيفة بالقلم الخفيف. القلم الخفيف اللي هو ايه؟ هو H او 2H او HB. اي درجة من دول كلهم درجات فاتحة شوية. نبدأ نضيف درجة خفيفة على الرسمة كلها بالشكل اللي انت شايفينه قدامكم. تبدأ بقى تعدل في شكل الدايرة او ايا كان الشكل اللي انت بترسمه. ما تسيبش الاوتلاين زي ما هو خلاص ان هو صح 100%. اكيد في اخطاء، فالاخطاء دي كل ما تلاقي حاجة محتاجة تتعدل عدلها، مفيش مشكلة. ونصيحة يا ريت تبدأ درجات خفيفة الاول زي ما انا بشتغل كده، عشان لو غمقت الرسمة هيبقى صعب تعدل عليها وصعب تمسح، والرسمة هتعمل منك بقع وشكلها مش هيبقى كويس. فامشي طبقات خفيفة زي ما انا شغال كده، وهنغمق في الاخر. بس الدرجات الغامقة لما بنضيفها في مكانها الصح بتخلي الرسمة شكلها تحفة جدا، ولكن لو مكانها ما بقاش مظبوط الرسمة كلها بتبقى سيئة. فخلونا نمشي بالتدريج. هنا جبنا الدرجة الغامقة اللي هي 3B، وبدأنا نزود طبقات في أماكن الظل أو الأماكن الغامقة في الشكل، فبالتالي الرسمة بتبدأ تظهر شوية. الصعوبة بتكون ايه هنا في أغلب المبتدئين؟ بتكون ان انت ما بتعرفش تسحب الغامق على الفاتح اللي احنا عملناه من شوية. ان الدرجات الغامقة اللي احنا بنضيفها دي لازم نشيل الفواصل الصريحة اللي متحددة دي عن طريق ان احنا بنبدأ نسحب التدريج على الإضاءة او على الأماكن الفاتحة. كل ما تقرب على أماكن فاتحة تبدأ تخف ايدك بالتدريج، فبالتالي ما يكونش فيه خطوط او اي فواصل في الرسمة بتاعتك. زي ما انتم شايفين الرسمة بتبدأ تظهر لما بنستخدم الدرجات الغامقة، ولكن الدرجات الغامقة تبقى في مكانها أماكن الظل، أو بمعنى أصح أبعد مكان عن الإضاءة هو اللي احنا بنغمقه. هنا هنجيب الفور بي اللي هو أغمق درجة معانا هنا، ونبدأ نغمق الظل اللي موجود على الأرض. لأن احنا عندنا 2 ظل، عندنا الظل اللي بيكون على المكان اللي احنا حاطين عليه الجزء اللي احنا بنرسمه، وفي ظل بيكون في الشكل نفسه. الظل اللي على الأرض اللي احنا بنغمقه دلوقتي ده ملوش درجة ثابتة، ده درجة غمقانه بتتكون عن طريق اختلاف شدة الإضاءة، فده ملوش درجات ثابتة. فده هيكون باين قدامك في الحقيقة أو في الصورة اللي انت بترسم منها. بس احنا هنا غمقناه أقصى حاجة عشان يدي بروز أكتر للرسم. طيب وبعدين جبنا برضو ال 3B تاني، وبدأنا نزود طبقات في أماكن الظل اللي موجود في الشكل، وبنحاول نعمل تظليل عن طريق ان احنا بنغير اتجاه ايدينا. كل ما نضيف طبقة فوق اللي كانت موجودة نغير اتجاه ايدينا، بحيث ان احنا الخطوط المتداخلة دي كلها بتخلي التظليل في الاخر يبان كأنه شبكة، او يبان متداخل او ناعم بشكل افضل من الخطوط الاساسية. طبعا احنا مش هنسيح
بمناديل ولا بقلم دمج ولا بفرش، احنا بنتعلم بالطريقة الأكاديمية. فأي حد هيسيح الطرق دي مش هيحبها، بس صدقوني الطرق دي الطرق الوحيدة اللي هتخليك تحترف الرسم، لأن هي بتشتغل على عقلك وأعصابك، إن أعصابك نفسها بيبقى فيها مرونة. فبلاش تسيحه بمناديل، حاول تتحكم في الدرجات زي ما احنا بنشتغل كده، كلها بأعصاب ايدك وخفة ايدك. تمام. طيب لون الورقة فاتح فمش مدي بروز للرسمة، فلازم نضيف درجة غامقة عند الجزء الفاتح في الرسمة، بحيث ان احنا نشيل خلفية الرسمة من اللون الابيض ده ونخليها غامقة. هتشوف الفرق دلوقتي، هتلاقي ان الرسمة بقت ظاهرة بشكل افضل بكتير، مع انها خطوة بسيطة بس بتغير في الشكل ككل. فبعد ما غمقنا الخلفية اللي موجودة في الورقة، الرسمة بقت ظاهرة جدا، وده يعلمك ان انت اي رسمة بترسمها الخلفية بتاعتها بتفرق، مش بس الرسمة. يعني الخلفية او لون الخلفية اللي موجود او لون الورق اللي انت بترسم عليه بيفرق في شكل الرسمة النهائي. فلو بترسم بورتريه مثلا وعايزه يبقى بارز اكتر، خلي الخلفية غامقة. بس فاحنا بنختار درجة الخلفية على حسب الشكل اللي احنا بنرسمه. هنا جبنا ال 2H وفضلنا نعدل كده في الأماكن الفاتحة، بحيث إن يكون الجزء الغامق منسجم مع الجزء الفاتح بأقصى درجة ومفيش أي فواصل صريحة. فاحنا كنا بنعدل في التظليل عشان نوصل لأقصى حاجة جميلة في الرسمة بتاعتنا، عشان ما يكونش فيه فواصل ولا خرابيش في الرسم. الموضوع ممكن ياخد منك وقت شوية، بس ان انت تعمل التفاصيل ده هيفرق معاك في الشكل النهائي. وهنا برضو جبنا درجة ال B، وبدأنا نزود طبقات في الفواصل ما بين الجزء الغامق والجزء الفاتح عشان يكونوا منسجمين مع بعض. بس لو انت بتتفرج لحد هنا في الفيديو فبرافو عليك، انت من اكتر الناس المهتمة. ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. وتقريبا كده خلصنا الفيديو، احنا بس هنزود شوية تفاصيل اضافية على الرسمة عشان نخلي التظليل انعم بكتير. بنجيب في الاخر درجة ال B او ال HP او ال H، ونبدأ نشتغل بشكل دائري. اللي احنا بنضيفه ده ما بيأثرش في الدرجات اللي موجودة، ده بينعم الملمس بتاع الورقة، بيخلي الرسمة ناعمة او سموث اكتر بالشكل ده كده. بس فلو رجعت الفيديو على المرحلة اللي فاتت والمرحلة لا، هتلاقي ان التظليل بقى ناعم وسلس اكتر. ودي الحاجات الصغيرة اللي بتفرق، دي اللي بتفرق رسمة عن التانية او شغل فنان عن الشغل التاني، وهي الحاجات الصغيرة، لان الحاجات الكبيرة اغلب الناس بتبقى عارفاها. فهنا بنحاول نزود طبقات على اماكن الظل عشان نخليها بارزة اكتر او مختلفة عن اماكن الاضاءة. طبعا اهم حاجتين تتحكم فيهم هما ضغطة ايدك وتكرار الطبقات، عشان الحاجتين دول اهم حاجتين هتخلي بالك منهم وانت بتظلل. لو انت ايدك خفيفة فهتعرف تفرق ما بين الدرجة والتانية. كل الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي دي حاجات تعديلات عشان نخلي الرسمة تظهر بأفضل صورة. لما تيجي تنعم الأماكن اللي حوالين الإضاءة استخدم درجة فاتحة، لما تيجي تنعم تظليل الأماكن الغامقة استخدم درجة غامقة، مفيش مشكلة. فالدرجات اللي معاك هتخلي الرسمة أحسن لو انت عرفت تستخدمها فين بالظبط. ولكن لو انت استخدمت مثلا درجة غامقة في مكان فاتح، انت كسرت أول قاعدة أساسية وانت بترسم، فالرسمة شكلها مش هيبقى كويس. بس وكده نبقى خلصنا اول درس. اتمنى يكون سهل عليكم وتطبقوا بشكل كويس، واشوفكم ان شاء الله الدرس اللي جاي.